عارفين ايه الفرق الحقيقي بيننا وبين القرد اللي في الجنينة؟ كلمة واحدة بس، الحدوتة. احنا كبشر عمرنا ما سيطرنا على الكوكب عشان احنا أقوى ولا عشان احنا أذكى كأفراد. احنا سيطرنا لأننا الكائن الوحيد اللي بيعرف يخدع نفسه ويصدق الخدعة. احنا اللي اخترعنا الفلوس والدول والشركات، وفضلنا نكرر الحكاية لحد ما القصص دي بقت أقوى مننا وبقت بتحكمنا بدل ما احنا نحكمها. كتاب النهاردة هو سيبينز، الإنسان العاقل، ليوفال نوح هاراري، وانتشر سنة 2011. والصدمة الأولى اللي بيبدأ بيها الكتاب إن إحنا زمان ما كناش حاجة مهمة خالص. إحنا كنا حيوانات ملهاش أي لازمة في وسط الغابة، بنستخبى من الضباع ونجري من الأسود، وما كانش في حد يتخيل إن الكائن الضعيف اللي بيلم شوية ثمار من الشجر ده هو نفسه اللي بيخترع قنابل ذرية وبيعدل في الجينات ويطلع القمر وبيغير شكل الكوكب. والأغرب من كده إن إحنا ما كناش لوحدنا. إحنا النهاردة بنقول عن نفسنا البشر وبنعتبر إنه مفيش غيرنا، بس زمان كان في أنواع تانية زي النياندرتال اللي كانوا أقوى مننا بدنيا بكثير وكانوا عايشين في أوروبا، والهومو أوركتس اللي ظهروا في أفريقيا وانتشروا لحد ما وصلوا آسيا وعاشوا أكثر من 2 مليون سنة. بس لسبب غامض السيبينز، الإنسان العاقل يعني أنا وإنت، قدرنا في لحظة فارقة من التاريخ ننط من نص السلسلة الغذائية لقمتها. النطة دي كانت سريعة لدرجة إن الطبيعة نفسها ملحقتش تستوعبها، وده اللي خلى الإنسان كائن متناقض، خايف وقاسي في نفس الوقت. كائن فجأة اترمى في إيده سلطة مطلقة، مش عارف يستخدمها صح ومش عارف يسيبها، فبقى دكتاتور مرعوب يخسر الكرسي بتاعه. وعشان نفهم إزاي النطة دي حصلت لازم نتكلم عن الثورة الإدراكية اللي حصلت من حوالي 70,000 سنة، وهي اللحظة اللي هاراري بيقول عنها طفرة جينية غيرت طريقة شغل دماغنا للأبد، وبقينا بنمتلك لغة غريبة جدا ومختلفة عن لغة أي كائن تاني. في حين إن القرد يقدر يصرخ عشان ينبه صحابه إنه في أسد جاي، السيبينز قدروا يحكوا قصة ويقولوا إنه الأسد ده هو روح مقدسة بتحمينا. وهنا بنوصل لأهم فكرة في الكتاب، وهي الخيال المشترك، يعني القدرة على اختراع قصص مش موجودة في الحقيقة بس كلنا بنصدقها. والقدرة دي هي اللي سمحت لآلاف وملايين البشر إنهم يتعاونوا مع بعض. إحنا بنمشي ورا قوانين وبنستخدم عملات ورقية وبنعمل حدود بين الدول وبنأسس شركات، وكل الحاجات دي في الحقيقة ملهاش وجود مادي في الطبيعة. يعني لو جبت سعدان وقلت له هديك ورقة ب$100 مقابل إنك تديني الموزة اللي معاك، مش هيوافق، لأن الموزة حقيقية وال$100 اللي معاك قصة، مجرد قصة. والكاتب هنا بيضرب مثال عبقري بشركة عربيات فرنسية كلنا بنعرفها اللي هي بيجو، وبيسألنا هي بيجو دي فين بالظبط؟ هل هي العربيات اللي في الشارع؟ لو حرقنا كل العربيات دي الشركة هتفضل موجودة. هل هي المصانع؟ طب لو هدينا المصانع وبنينا غيرها الشركة هتفضل موجودة. الحقيقة هو إنه بيجو مجرد أسطورة قانونية إحنا اخترعناها وصدقناها وبقينا بنشتغل وبنبيع وبنشتري بناء عليها. وده هو السر الحقيقي لسيطرة السيبينز على العالم، مش الذكاء الفردي، ده لأننا بنقدر نبني أنظمة من الخيال بتخلي ملايين الغرباء يشتغلوا مع بعض في تناغم تام. لما بنبص على حياة أجدادنا الصيادين والجماعين قبل ما يخترعوا الزراعة، هنكتشف إنه حياتهم كانت أروق بكتير مما نتخيل. الكاتب هنا بيكسر صورة نمطية واللي بتقول إنهم كانوا ناس بدائيين وعايشين في بؤس. بالعكس، هاراري بيقول إنهم كانوا مجتمع الرفاهية بامتياز، لأنهم كانوا بيشتغلوا ساعات قليلة جدا في اليوم عشان يلاقوا أكلهم، وبقية اليوم بيقضوه في اللعب والحكاوي والراحة. والأهم من كده إنهم كانوا موسوعات ماشية على الأرض. الإنسان الصياد كان لازم يعرف كل نوع شجرة وكل حركة ريح وكل صوت حيوان عشان يقدر يعيش. ولو قارنا ده بالموظف اللي قاعد في مكتبه النهاردة وبيدوس على نفس الزرار طول اليوم، هنلاقي إنه عقل الإنسان القديم كان أكبر وأشمل، وكمان صحتهم كانت أحسن لأنه أكلهم كان متنوع جدا، فواكه والحوم وحاجات كده، مش زينا معتمدين على صنفين 3 من الحبوب اللي بتدمر صحتنا. بس للأسف الرفاهية دي كان لها ثمن غالي جدا دفعه الكوكب كله، لأن السيبينز بمجرد ما بدأوا يتنقلوا من مكان للثاني بدأوا معاهم أكبر عملية إبادة جماعية في التاريخ الطبيعي، ومن غير ما يكون معاهم تكنولوجيا حديثة
قدروا يمحوا أنواع كاملة من الكائنات الحية زي الماموث في سيبيريا أو الكسلان العملاق في أمريكا. وبمجرد ما السيبينز داسوا أرض أستراليا اختفت الحيوانات الضخمة اللي كانت عايشة هناك بقالها ملايين السنين في ظرف كم قرن بس. وده بيبين لنا إنه الإنسان من يومه هو فيروس مدمر للبيئة، وإن الثورة الإدراكية اللي خلتنا مبدعين في حكاية القصص هي اللي خلتنا أكثر كائن دموي عرفته الأرض. الكلام ده بيخلينا نعيد التفكير في كل حاجة بنعرفها عن التحضر والتقدم. إحنا دايما بنبص للماضي على إنه كان ظلام وإحنا اللي نورناه، بس الكتاب ده بيخلينا نشوف إن إحنا خسرنا حاجات كتير قصاد اللي كسبناه. يعني الإنسان الصياد اللي كان بيتمشى في الغابات بحرية وبياكل أكل طبيعي وما بيشيلش هم بكرة بقى دلوقتي محبوس في ساقية الخيال المشترك اللي هو نفسه اخترعه. بقينا عبيد للفلوس اللي هي مجرد ورق، وعبيد للدول اللي هي مجرد حدود وهمية، وعبيد للشركات اللي هي مجرد عقود عند محامي. والمفارقة هنا هي إن القوة اللي خدناها لما بقينا بنصدق في القصص دي هي اللي خلتنا نسيطر على الأرض، بس في نفس الوقت هي اللي جردتنا من فطرتنا الأولى كحيوانات حرة. فبقينا عايشين في سجن كبير سوره مش من حديد، بس سوره من أفكار وأساطير اتفقنا كلنا إن احنا ما نخرجش عنها. وده اللي مهد الطريق لأكبر تحول في تاريخ البشرية، التحول اللي هراري بيسميه أكبر خدعة في التاريخ. هي اللحظة اللي قرر فيها الإنسان إنه يسيب الغابة ويستقر في أرض عشان يزرع قمح. هنا لازم نبص بتركيز على اللي حصل من حوالي 10,000 سنة لما الإنسان قرر يسيب حياة الترحال ويستقر جنب شوية زرع. الكاتب هنا بيصدمنا وبيهدم فكرة إن الثورة الزراعية كانت هدية من القدر للبشرية. بالعكس، ده بيسميها أكبر مقلب في التاريخ، لأننا لو حسبناها بالورقة والقلم هنلاقي إنه القمح هو اللي استأنس الإنسان مش العكس. القمح كان مجرد عشب تافه في منطقة صغيرة في الشرق الأوسط، وبقدرة قادر بقى هو اللي مسيطر على ملايين الأفدنة في العالم كله. والسايبينز اللي كانوا متعودين يجروا ويتمتعوا بجسم رياضي لقوا نفسهم محنيين طول اليوم عشان يشيلوا الحجر من الأرض وينظفوا الحشائش الضارة ويسقوا القمح ده مية ويحموه من الحشرات. وجسمنا اللي اتطور لملايين السنين عشان يتسلق الشجر ويجري ورا الغزلان بدأ يعاني من رسك في الظهر والتهاب في المفاصل بسبب الوقفة في الغيط. والمقابل كان إيه؟ شوية سعرات حرارية زيادة خلتنا نخلف أطفال أكثر، بس الأطفال دول كانوا بيموتوا من الأمراض اللي جت من الزحمة والقذارة والعيشة مع الحيوانات. الزراعة لم تقدم حياة أحسن للفرد، هي عملت انفجار سكاني ومجتمع عايش على أعصابه خايف إن المطر ما ينزلش فالمحصول يبوظ وكلنا نموت من الجوع. ده اللي حول حياة البشر من حرية كاملة لسجن اسمه الأرض والمحصول، وبقينا بنقلق على بكرة لأول مرة في تاريخنا، لأن الصياد كان بياكل يوم بيومه، بس المزارع بقى شايل هم السنين اللي جاية والضرايب والمخازن. والاستقرار ده هو اللي خلق الزحمة، والزحمة محتاجة نظام. وهنا بنوصل لفكرة بناء الأهرامات اللي الكاتب هنا مش قصده بيها أهرامات مصر بس، هو قصده الأهرامات الاجتماعية اللي البشر بنوها في خيالهم. فبعد ما كان البشر بيعيشوا في مجموعات صغيرة الكل فيها عارف بعضه، بقينا محتاجين نعيش في مدن فيها آلاف وملايين، وعشان الملايين دول ما ياكلوش بعض كان لازم نخترع نظام متخيل قوي جدا زي قانون حمورابي في بابل القديمة اللي قسم الناس لنبلاء وعامة وعبيد. فلو نبيل فقع عين نبيل زيه عينه تتفقع، بس لو فقع عين واحد من العامة يدفع غرامة فضة وخلاص. والناس وقتها كانوا مصدقين إنه ده قانون إلهي ومن غيره الدنيا تخرب. وزيه بالظبط إعلان الاستقلال الأمريكي اللي بيقول إن كل البشر اتخلقوا متساويين. هراري هنا بيلعب معانا لعبة ذكية وبيقول لنا إن المساواة زيها زي الطبقية، الاتنين مش حقائق بيولوجية. يعني لو شرحت جسم إنسان مش هتلاقي فيه حاجة اسمها حقوق ولا هتلاقي مساواة في الجينات، دي كلها أساطير إحنا اخترعناها عشان نعرف نعيش مع بعض بسلام. والفرق الوحيد إن إحنا النهاردة بنرتاح لأسطورة المساواة وبنكره أسطورة الطبقية، بس في الآخر الاتنين موجودين بس في عقولنا الجماعية ومحتاجين مجهود جبار عشان نفضل محافظين عليهم، لأن لو الناس بطلت تصدق في النظام ده كل شيء هينهار في لحظة. على فكرة أنا بشوف إنه الحتة دي اللي بيتكلم عنها الكتاب إحنا عايشينها دلوقتي حالاً. أنا مش عارفة لو هتوافقوني الرأي، بس الرأسمالية اللي هي النظام اللي بيمشي بيه العالم دلوقتي بدأ ينهار عشان الناس بطلت تصدق في النظام ده.
احنا بقينا تايهين ومش عارفين النظام اللي هيجي بعد كده هيبقى ايه، بس هنشوف. نرجع بقى لموضوعنا. هراري بيقول لنا انه مع كبر المجتمعات دي العقل البشري وقف عاجز عن استيعاب كمية المعلومات الرهيبة، خصوصا الأرقام والبيانات الخاصة بالضرائب والممتلكات. العقل البشري متطور عشان يحفظ أماكن الشجر وأخلاق الناس، مش عشان يحفظ جداول حسابية معقدة. ومن هنا ظهرت الكتابة كحل تقني للأزمة دي. وأول كتابة في التاريخ ما كانتش قصائد شعر ولا نصوص دينية، كانت مجرد سجلات بايخة بتقول فلان عليه كذا شوال شعير. والكتابة دي غيرت طبيعة التفكير البشري، لأننا بدأنا نفكر كأننا آلات أو ملفات في أرشيف. بدل ما كنا بنعتمد على الذاكرة الحية، بقينا بنعتمد على الذاكرة الخارجية ونحطها على الطين أو الورق. اللي جاي ده طرح فلسفي وتاريخي للكتاب، مش دعوة لتصديق أو تكذيب أي معتقد ديني، ومش رأيي الشخصي. هراري بيقول لنا إنه ده اللي سمح بظهور الدولة أو البيروقراطية، وبدأ العالم يتقسم لإحنا وهم، وبدأت تظهر الفوارق اللي ملهاش أي أساس طبيعي، زي التفرقة العنصرية في أمريكا أو نظام الطوائف في الهند، اللي هي في الأصل كانت مجرد أحداث تاريخية عشوائية أو رغبة في السيطرة. بس مع الوقت البشر اخترعوا لها تبريرات دينية أو علمية عشان يثبتوا إنه في ناس دمها غالي وناس تانية اتخلقت عشان تخدم. وسط كل الصراعات والتقسيمات دي كان في قوة توحيد رهيبة بدأت تظهر في العالم وتخلي الناس اللي ما يعرفوش بعض يقدروا يتعاونوا. والكاتب بيقول لنا إنه التاريخ ماشي في اتجاه الوحدة، ومن أهم الحاجات اللي وحدت البشر هي الفلوس. قبل الفلوس كان نظام المؤايدة متعب جدا ومستحيل يبني اقتصاد عالمي. تخيل لو أنت دكتور ومحتاج تفاحة، اللي عنده التفاح مش محتاج كشف طبي، هتعمل إيه؟ هنا ظهرت الفلوس اللي ما بتعترفش لا بدين ولا بعرق ولا بلون. فالمسلم والمسيحي واليهودي والملحد اللي ممكن يقتلوا بعض عشان فكرة دينية مستعدين بكل حب يمسكوا نفس الدولار ويتاجروا بيه، لأن الفلوس هي الشيء الوحيد اللي كل الناس بتصدق فيه. هي اللي بتكسر كل الحواجز النفسية وبتخلي الغريب يتمن حاجة الغريب. وبالرغم إن الفلوس ملهاش قيمة ذاتية، يعني الورقة ما بتتاكلش، إلا إنها بقت المحرك الأساسي اللي خلى الإمبراطوريات تتوسع والعالم كله يتربط بشبكة واحدة من المصالح، لدرجة إن إحنا دلوقتي عايشين في قرية صغيرة لو البورصة في نيويورك عطست بابا عبده يجيله برد. الكاتب هنا بيقلب الطاولة على الطريقة اللي بنفكر بيها في التاريخ. بيقول لنا إن الإمبراطوريات كانت المصنع اللي حط ثقافات كتير جدا في قالب واحد، وإن معظم الثقافات اللي بنفتخر بيها النهاردة هي في الأصل نتاج إمبراطوريات كانت دموية في وقتها. هو بيقول إن اللغة اللي بنتكلمها أو حتى الأكل اللي بناكله غالباً وصل لنا لأنه في إمبراطورية فرضته بحد السيف في يوم من الأيام، وإنه بمرور الوقت ما بقاش في حاجة اسمها ثقافة أصلية أو نقية، لأن الإمبراطوريات دي خلت السابينز يعيشوا في عالم مشترك لأول مرة. وكمان قال إنه معاها ظهرت الأديان العالمية اللي قدرت تخلق رابطة روحية تتخطى حدود القبيلة. بيقول إن الأديان دي كانت الحل السحري عشان تدي شرعية للقوانين والنظم السياسية، وبدل ما يقول الملك اسمعوا كلامي عشان أنا قوي، بقى بيقول اسمعوا كلامي عشان ده كلام ربنا. ومن هنا ظهرت الأديان الإنسانية اللي هي في الحقيقة أديان حديثة، زي الشيوعية أو الليبرالية أو حتى النازية. كلها أنظمة بتؤدي نفس الوظيفة، بتخلق أساطير بتخلي ملايين البشر يمشوا في طابور واحد ويقدسوا فكرة الإنسان أو العرق أو السوق الحرة كأنها آلهة جديدة. وده اللي بيمهد للانفجار الأعظم اللي غير شكل الكوكب في آخر 500 سنة، وهي الثورة العلمية. والنقطة الفاصلة في تاريخنا هي اللحظة اللي البشر امتلكوا فيها الشجاعة وقالوا إحنا ما نعرفش. ودي كانت ثورة حقيقية، لأن الأديان القديمة كانت بتقول إن كل الأسئلة المهمة إجابتها موجودة في الكتب المقدسة، بس العلم الحديث بدأ من اكتشاف الجهل، والاعتراف ده هو اللي خلى العلم يرتبط بالإمبراطورية. الأوروبيين لما بدأوا رحلات الاستكشاف ما كانوش رايحين يدوروا على أرض وبس، كانوا رايحين ومعاهم علماء عشان يفهموا العالم ويسيطروا عليه. وده خلق دورة نمو مرعبة. فالعلم بيدينا قوة، والقوة بتدينا إمبراطورية، والإمبراطورية بتدينا موارد عشان نصرف على العلم. وفي قلب كل ده ظهر دين الرأسمالية اللي قام على فكرة عبقرية اسمها الائتمان أو الكريدت.
وهي إن إحنا بنصرف فلوس مش موجودة في الحاضر بناء على ثقتنا في المستقبل. الرأسمالية هي اللي خلت العالم كله مهووس بكلمة النمو، وبقينا بنبص للأخلاق والدين من منظور المكسب والخسارة، لدرجة إن إحنا بقينا بنقدس السوق أكتر من أي حاجة تانية. والثورة دي هي اللي نقلتنا من عصر المجاعة والطاعون لعصر السمنة والأمراض المزمنة، وبقينا لأول مرة في تاريخنا بنخاف من مرض السكري أكثر ما بنخاف من الحروب. بس الحكاية ما خلصتش هنا، لأن إحنا دلوقتي واقفين على أعتاب نهاية السايبينز زي ما بنعرفهم. إحنا بقالنا 4 مليار سنة عايشين تحت رحمة الانتخاب الطبيعي وقوانين البيولوجيا، بس النهاردة العلم بدأ يكسر القوانين دي ويستبدلها بالتصميم الذكي. مش تصميم إلهي، ده تصميم بشري في المعامل. إحنا دلوقتي بنلعب في الجينات وبنحاول ندمج أجسامنا والذكاء الاصطناعي عشان نخلق سايبورغ أو بشر خارقين. والكاتب بيحذرنا من مشروع جلجامش اللي هو البحث عن الخلود، اللي ما بقاش مجرد أسطورة، ده بقى هدف علمي بيتصرف عليه مليارات الدولارات. إحنا فجأة بنتحول لكائنات عندها قوة غير مسبوقة فعلياً. بس المشكلة الكبيرة اللي بيختم بيها هراري كتابه هي إن إحنا كائنات مش مسؤولين. إحنا عندنا قوة جبارة بس مش عارفين إحنا عايزين إيه، وبقينا بنجري ورا الرفاهية والمتعة من غير ما نفكر في العواقب. والسؤال المرعب اللي بيفضل رانن في دماغك بعد ما تقفل الكتاب، في إيه ممكن يكون أخطر من كائن ما عندوش هدف، ما بيتعبش وما بيشبعش وما بيعرفش هو عايز يوصل لإيه أصلاً؟ دي كانت رحلة السايبينز من غابة صغيرة لحد ما بقوا أسياد الكوكب، والظاهر إنه نهايتنا هتكون أغرب بكتير من بدايتنا. إحنا بقينا أقوى من أي وقت فات، بس هل إحنا أسعد؟ يا ترى إحنا ماشيين في طريق الخلود فعلاً؟ ولا بنحفر قبرنا بإيدنا وإحنا بنفتكر إننا بنبني المجد؟ أنا ريم، ودي كانت حلقتنا في بينا كلام. أشوفكم الحلقة الجاية على خير. باي.